بيقولوا لك في الموقع صدى الحديد ده ممتاز، بيخلي الخرسانه تمسك في الحديد اكتر. الكلام ده فيه جزء صح وفيه مصيبه مستخبيه. تعالى اقول لك الفرق بين الصدى اللي يمشي والصدى اللي يخرب بيتك وانا في الطريق. في الهندسه المدنيه لازم نفرق بين حالتين للحديد قبل ما نصب عليه. اولا الاحمرار السطحي، ده مجرد تغير في لون السيخ بسبب رطوبه الجو او رشه ميه خفيفه جت عليه، وملمس السيخ بيفضل خشن ونضيف. الحكم الهندسي ده عادي جدا، مفيش اي مشكله فيه، بل بالعكس هو بيزود قوه التماسك والبوند ما بين الحديد والخرسانه شويه. النصيحه صحيحه. ثانيا الحديد المقشر، هنا الخطر. تلاقي السيخ بدأ يقشر في ايدك وقطر السيخ نفسه بدأ يقل، وبتتكون طبقة عازلة تفصل الحديد عن الخرسانة تماما. الحكم الهندسي صب الخرسانة عليه جريمة. الحديد لازم يتنضف بفرشة سلك او رمالة ساند بلاست قبل الصب، ولو ناقص قطره عن المسموح لازم يتغير. نصيحة اون رود، مر بايدك على حديد السقف قبل الصب. لو طلعت ايدك حمراء فيها بودرة بس الشغل سليم، لو طلعت في ايدك قشرة حديد وقف الصب ونبه على تنظيف الحديد، لان الخرسانة مش هتمسك في حديد ميت. سمعتوا النصيحة دي قبل كده؟ وكان ايه شكل الحديد وقتها؟ اكتبوا لي في التعليقات وخلونا نصحح المفاهيم. انا مهندسكم اون رود، ضربكم خضر وحديدكم ايه؟ صلب.